عليكم، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا اموركم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشر مبروك، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمناو يا ربي. اليوم الثلاث 21 مارس عيد الام. كنبغي نقول لجميع امهات المسلمين عيد ميلاد سعيد، وحتى لميمتي وحماتي وماما اللي مربياني وكاع ما عندي بزاف تاع الامهات حتى بيقول لهم تما كاملين عيد ميلاد سعيد. صراحه دابا عاد حسيت بدور الام، حتى وليت انا ام، عاد عرفت اشنو دوزنا على والدينا واشنو مساكن ضحاو معنا وشحال عاناو معنا وشحال. انا يلا وليدي باقي صغير، باقي ما دوزت معاه حتى شي حاجه، يلا بادين في الحياه. كاع كيبكي مسكين ولا شي حاجه كتهزني شي حاجه فيه من الداخل، كنمشي نزريه خايفه عليه، تنشوف وجهه مغير ولا شي حاجه تنخاف عليه بزاف. معساك مواتنا اللي سهروا معنا الليالي، بكينا مرضنا طحنا قراونا ربونا احسن تربيه وكبرونا حتى وصلونا لهذا المواصل. فكرنا انا والسي باش ندير واحد صيغه تخيز لحماتي، واخا ماشي شي حاجه كثيره، المهم هو اللي جيت تفكرناها في عيد الام. بقاو معنا باش تشوفوا اشنو درنا ليها. نبغي نقول لكم اللي مدحس مع ميمته ولا ترى شي خصام بيناتهم ولا يستغل الفرصه في هاد العواشر هادي ويتصالح معها، حيت راه حتى شي حاجه حتى شي حد ما كيعوض بلاصه الام. واخا يقول لك اللي قالوا لك راه كيدويك على مصلحتك، حيت حنا فاش كنا صغار كانوا كيقولوا لنا ما تخرجوش ولا ما ديروش هادي لا وكان تيبقى فينا الحال وتنتنفخوا هادي، ولكن هما راه باغيين لنا على الخير وكيديروا لنا على مصلحتنا. كون ما كانوش هما وما ربوناش وما سميتو ما كناش غنخرجوا بحال ما هكا. راه الرابح من الوالدين كما كيقولوا والخاسر من الوالدين. يلا اجيو معنا باش تشوفوا شنو درنا. سي محمد ولدي هو حياتي، هو كل شيء. اول فرحه فرحتها في حياتي هي فاش جا عندي ولدي السي محمد، وبدا كيكبر شويه بشويه، وانا كنت نيت دايره معاه رد البال مزيان لدرجه كنخاف عليه بزاف. عندي السي محمد ولدي والسي اسماعيل ولدي، وما عنديش البنيات والحمد لله. ربي جاب لي سكينه بنتي عزيزه عليا بزاف، مفاهمه انا وياه. فاش جا السي محمد بغى يتزوج وقال لي الوالده راه لقيت واحد بنت الناس كيفاش بدا وليدي بكل فرح. واش هاد الانسانه قادره تضحي معاك، قادره تصبر معاك، قادره في استطاعتها باش تحمل المسؤوليه ديال الزواج. قال لك الوالده يكون خير ان شاء الله، انا راه عجباتني صباره حنينه، الوالده يكون خير، الله يوفقكم للخير. الأم هي أول إنسان حليتي فيه عينيك، وهي أول إنسان تعرفتي عليه. ما كاينش فينا اللي ما كيبغيش الأم ديالو، وما كاينش شي أم ما كتبغيش ولادها. بطبيعة الحال الأم هي عنوان للحنان، وهي رمز للتضحية. أي أم كتخاف على ولادها من شي حوايج اللي بسيطة، واي ام كتبغي تشوف ولادها واصله لشي حوايج اللي زوينه. داكشي علاش كتسمح في حقها باش توصلك لداكشي اللي كتمنى تشوفك فيه. ما يمكنش بطبيعه الحال نذكروا الدور ديال الاب اللي هو جمع الاسره وعاطي الاسره واحد الدفء، ولكن كتبقى الام مكانه خاصه. ومن بعد ما كيتزادوا عندك وليداتك عاد باش كتحس بالمعنى الحقيقي ديال الله يسمح لينا من حق الوالدين. شي مرات كيبانوا لينا والدينا غير كيخربقوا، ولكن كتدور حتى تعيا وكترجع على هضرتهم. صراحه الام ما كتستاهلش غير عيد، لان حياتها كلها خاص تكون اعياد. خاصنا نحاولوا قدر المستطاع نفرحوا الامهات ديالنا ولو غير بكلمه زوينه، لاننا نحاولوا حتى نعياو ونضربوا حتى نعياو باش نردوا لهم ولو شويه من داكشي اللي داروا على قبلنا. عمرنا نوفاو بداكشي اللي داروا على قبلنا، ما عمرنا نقدروا نرجعوا حتى ديك 9 شهور اللي حملتك في كرشها. معساك داكشي اللي عانت على قبلك في الحياة. نتمنى ان شاء الله اي واحد شاف هذا الفيديو تكون علاقته بالام ديالو علاقة طيبة، خصوصا مع هاد العواشر. والله يسمح للناس اللي كيتقلقوا من والديهم واللي كيقلقوا والديهم، لحقاش الوالدين وصى عليهم الله سبحانه وتعالى ووصى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى اللي عنده شي مشكل مع والديه يحلوا في هاد العواشر، ونتمنى ان شاء الله تا
ما تكون في هاد العواشر مقلقة، وبالتوفيق للجميع، وتحياتي. انيفرسير، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. عايشة عيد شكرا بزاف. عيد سعيد. ساعتين شكرا يا ولدي. اخي شو صراحة الله فين كان جايبه السيمون شو اللي ما عندو زهر ما عندو قاود شي مع الكاميرا. الحلوه ديالي حتى هي مسكينه. انا ماك ماشي على الحلوه اللي خسرت. شوف مسكينه تبعك لا تمر مع جدها فوق الموطور يتبع من الوسط. اللي ما عنده مسكين زهر ما عنده. لا انا عندي هذا الزين كاع السي محمد وسكينه ما عندي صح. لا ما عندك الزهر، ما عندك الزهر في الحلوه. الحلوة تبعت ماشي مشكل. صرت لي تجمع فيه كاع الاعياد. عيد المرأة، عيد الأم، عيد ميلادي عيد ميلادك حقا رمضان ان شاء الله. رمضان جاي الله يدخل علينا بالصحة والتيسير وعلى المسلمين كاملين يا ربي امين. شي كلمه الاخت عائشه في حق الام. حق الأم. ودي خليها عاد تاكل بعدا لا درتي تبدا عليها ندوق هاد الحلوه اللي جبتي لي بمناسبة عيد المرأة، عيد الأم. بالصحه والراحه. مسكينه حجبينا الله يعطيك الصحة، عرفتي ما عندنا شي. الله يرضي على وليدي. نسيتي حاجه اخرى اش غنقول لك وليدي؟ الله يحفظك ويحفظ كاع وليدات المسلمين. امين. الأم وليدي هي كلشي. كتصبر، كتضحي مسكينة على وليداتها، هي من بعد الحنان. الحنان وليدي اللي ما عنده راه مورا ما عنده مسكين والو. كاينه هي وليدي المدرسة الأولى كتصبر، كتعطي ما في جهدها مسكينة باش تربي وليداتها أحسن تربية، كتصبر في حقها باش وليداتها يكونوا بخير وعلى خير. كاينه. واللي عنده وليدي شي أم يتهلا فيها ويقدرها، لأن الأم هي كلشي. كاينه. شي ديك كاع الأغاني الشعبية ديما تيوخروها في اللي العزيز على مو انت عمر ما يتخص. واه راه في عنا لوليدي والله العظيم راه بصح. هذيك مع الشعبيه شكون ما عرفش الاغاني الاخرين ديما في شي اغنيه شعبيه ديما كيوخروها بهذا. واللي مات لي مسكين الله يرحمها ويوسع عليها في هاد العواشر. وانتم مساكين الله يصبروا والله يرحمهم كاملين ويرحم كاع المسلمين يا ربي امين. والله يسمح لنا من الوالدين. حكى واحد المثل تيقولوا لنا زمان، اللي مات ليه باه يتوسد الركبه، واللي مات ليه مو يتوسد العتبه. فهمتي هذا المعنى؟ زعما الام هي كلشي. كاين الاب يقدر سميتو يعوض، ولكن الام ما كتعوضش مسكينه. الام كتصبر. الاب ما تعوض، الاب ما يتعوضش، ولكن الحنان تاع الام عاوتاني. الحنان ديال الام مسكينه الاب محقور ما عنده عيد بالعكس والله لا يتوسع الركبه. اللي ما عندوش ركبه على الاب. تنشكروك على العائشه وبالصحه والراحه. شكرا لوليدي، تبارك الله عليك. شكرا بزاف، الله يحفظكم يا ربي امين.